السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، صحة رمضانكم وصحة عيدكم مقدما. اليوم جبت لكم وصفة مقروط الكوشة، مقروط المعروف عند سكان الوسط كما البليدة. يجي بنين بزاف ويجي يعني الطريقة تاعو سهلة. نروحو نشوفو المقادير. عندنا هنايا كيلة تاع سميد متوسط، انا استعملت هنايا تاع الميزان، مولان تاع الميزان. نستعمل 3 كيلات سميد متوسط. حنا استعملت الكيلة الثانية، نزيدو الكيلة الثالثة، ونزيد معاها كيلة ناقصة تاع الفارينة، يعني ونزيدو قريصة ملح. الفارينة تكون نص كيلة زيادة عليها غير شوية. نخلط المقادير مع بعضهم بعض، يعني نروح ندخل السميد تاعنا مع الفارينة. هنا نروحو نذوبو السمن ونخليوه يبرد. لازم السمن تاعنا يكون بارد دافي، ما نقولوش بارد دافي، ما يكونش سخون باش ما يخسرناش المقروط تاعنا. وهنا نكمل الكيلة تاعي نفيضها بالزيت هكذا، شو حتى تفيض. نحبس ونخلط السمن تاعنا مع المكونات، نخلطهم هكا بيديا. شغل ندخل مليح هذاك يدام في مع السميد. نقعد هكا كما نقولوا وقت معين، هكا 10 دقائق ولا، وانا ندخل مليح هذاك السمن مع السميد. لازم كما نقولوا كل حبيبه من السميد تكون دات السمن تاعها هكذا، تحسيه ميدوم. انا نغطيه لازم يبات. دوكا كما نقولوا دوكا درتو في الليل، الصباح ان شاء الله نخدمه تخليه ليله كامله. ناس زمان كان يقول لك نصوموه ولا نبيتوه، كل واحد كيفاش يقول. دركا في النهار يعني من غد من داك الصباح راني جيت انا يشوفوا المقروط تاعي يقعد تحسيه مازال ميدوم، ما تحسيش ما ينشفش. هنا باش تعرفي الكيل تاعك راكي سواسون، ماشي تصيبيه كيما الكسكس كي تشمخيه تعدي تولي ليه تصيبيه نشف، لا كي راني نبس فيه مازال ميدوم. نقص على البارح حاجه باينه، بصح مازال هذاك يدام تحسي به. هنايا الكيله تاعي درت الماء وكملتها بالمزهر، بصح ما عمرتش الكيله كامل. علاش؟ دوك كل سميد كيفاه. انا سميد تاعي هنايا ما يشربش بسهوله، وحبيت او ميم طون كي يزيد يخصني ندير المزهر وحده. المقروط يحب ريحه المزهر، كي ديري له المزهر وتدخليه يطيب في الكوشه الدار تولي تعبق بريحه المزهر. هذاك هو المقروط الشباب، تحسيه صح كي طيبي في المقروط. هنايا نبدا ندخل هذيك الكيله تاعي بشويه، ما نعجنش، نسير شغل ندخل هكذا. وما تخافيش من الماء، المقروط باسكو السميد يشرب. ما تقولي يا حي واقيل فت الكيله واقيل، ما كاش تخليه شويه غطيه عاودي يولي تصيبيه يشرب. انا شاك فوا زعما كنلتها وما نبداش نخدم فيه، نعاود نضرب دار نصيبو نشف، نزيد له شويه ما زهر ونعاود نخدمه عادي جدا. بالعكس هو يحب كي يشرب الماء بزاف. نقعد نخدم فيه هكذا. شوفوا تبان لكم لاباط كيفاه ولا شغل العجينه شغل حتى شغل بدات تنطلق. بالعكس كملي الماء تاعو. دوكا هكذا كي كملت الكيله هذيك راني نخدم بالمزهر. شاك فوا ندخل هكذا ونشوف اسكو وصلت للقوام اللي يستحقوا ولا لا. شو كي ديري اون بول تشوفيها راهي تشقق، يعني مازال خاصو الماء. لازم كي ديري لابول تتكور شغل شتي باغ اكزومبل لاباط تاع صابلي ولا ما تشققش هكذاك تحسيها، لازم ما تشققش. خاطر شاك فوا يزيد يشرب الماء تاعو. انا راني نكمل نخدم فيه. شو هكذا حسيت باللي راهو مازال يشقق، زدت له شويه. دائما ديري هذه الطريقه، دائما سي كوري. اذا شفتيها تشقق لك عارفي بلي مازال خاصو الماء. هنا راني وصلت للقوام اللي راني مسحقاته راهو مليح. دركا نروحو نخدموا الحشو تاعي. انا هنا استعملت كان عندي لوز مرحي وعندي جوز، خلطتهم وكل واحد واش يحب، اللي حب يسيه بالكاوكاو اللي حب يسيه باللوز، يعني هذه حاجه كل انسان ومقدوره وشاو حب. اللي تكون معليش اول تجربه ولا معليش تسيه بالكاوكاو كي تشوفوا بلي نجح. ودائما في التجربه الاولى بطبيعه الحال نديرو كيل صغير، جامي تسيي حاجه بكيل كبير.
هنا استعملت 4 كيلات تاع اللوز مع كيلة تاع سكر وشوية قرفة. نخلطوا المكونات الجافة مع بعضهم بعض، ومن بعد نزيد ملعقة تاع سمن هكذا، كانت شوية ذايبة كيما تكون يعني مسخنتهاش كيما كانت في لابواط تاعها. كاينه تشتي مع السخانه تصيبيها شويه ذايبه، نحيت حق ملعقه هكذاك وبديت نلم بالمزهر. نسيو شاك فوا ديري لازم بيدك باش تحسي بهذاك، باش ما يفوتكش يجي مايه بزاف ولا العقده. شاك فوا خدمي بشويه وراكي تحسي بها بيديك، ما ديريش بالملعقه. دركا هكذا لازم شوفي تسيي كيما نقول دير اون بول وتعاود تنحل، ما تكونش محسوب مشمخه بزاف شويه. دركا نروح نقسم العجينه تاعي. شو قبل ما تخدمي دائما عاودي نفس الشيء، شوفيها ولا يمسح قامه ولا لا، دائما غزري وشوفي ولا يتشقق ولا لا. ميم دوكا كي حتخدمي وحسيتيها باللي عاود نشفت شويه، زيدي لها شويه مزهر، ما فيها والو، نزيدوا لها شويه مزهر باش العجينه تاعنا تكون مليحه والمقروط تاعنا يخرج شباب. هكذا انا نقسم العجينه تاعي على زوج باش ندير يعني انا كيما راكم تشوفوها المقروط تاعها نديرو على شكل كيما نقولوا حنايا خبزه. نخدمو هكذا نخبزو، ندير الجهه الاولى الطبقه الاولى نخبزها مليح بيدي هكذا. هذه هي الطريقه تاع بكري. كان المقروط ما يديروش كيما دوكا بريستيج بليمون وكامل، يستعملوا هذه الطريقه ويجي شباب بزاف. هذا هو تاع المقروط تاع بكري تاع ناس بليده. انا حتى الان يعني ما مازلت دير هذا المقروط، ما يدخلهاش في راسها داك تاع الليمون وبريستيج وكامل. كي نحبوا هذاك المقروط بريستيج قلنا ديروه نتوما. هي هذا المقروط تاعها ويخرج الشباب، ما كاش اللي ذاقوا ما عجبوش. هذه الوصفه تاعها. دركا شتوني كيف خربشت الطبقه الاولى بيديا ولا تخربشيها بفرشيطه ولا باش العقده تلصق معاها باش ما تطيرش. وهكذا دوك نوزع كامل العقده تاعي على الطبقة الأولى. درك نجيب الطبقة الثانية نبدا نسيي نوزعها كامل هكذا من الفوق. نسيي كيما نقولوا نبيسوها، نديرو كل شويه هكذا نغطيو كامل الجوانب، نغطيو الوسط، نسيي انايا نمشيها كامل بالتساوي، ما نخليش بلاصه ماشي مغطيه باش هذيك العقده ما تخرج. وكاين اللي يحب يدير عقده بزاف، كي يحب لا كيما انا هنا شويه درت بزياده. انا نحب ما نكذبش عليك، انا نحب المقروط نحب يكون فيه هذيك العقده، ما نحبش ناكل سميد وحده. كاين اللي تصيبه يدير غير خويط كيما يقولوا من الداخل ويكثر العجينه برك. انا نحب العقده تكون كاينه باينه هكذا. نسيي كيما قال نمشيها، نسيي شغل نغطي كامل الحشو تاعي. كاين اللي يقولوا عقده، كاين اللي يقول الحشو، انا دوكا نهضر كل واحد والطريقه تاعو تاع التعبير. نقولوا معليش الحشو باش كامل يفهمونا. نسيي الحشو تاعي نغطيه كامل ونبدا شغل نخبز بيديا هكذا. ما تخافيش، كل ما كي تبداي تخبزي يوليو يتخباو هذوك التشققات اللي تشوفي فيهم في الوجه هكذا. شوفي يبداو يروحوا كامل. خبزي كل مره عاودي شغل شدي الجوانب تاعك باش كيما نقولوا ما يفيضش، ما يروحش هكذا مبلاطي، وتتحكمي انتي في الحجم. انا شو ما نحبو عالي بزاف، ما نحبو هابط، نحبو يكون موايم. ميم المقروط اللي يكون عالي بزاف ما يعجبنيش. كل واحد وذوق تاعو، كل واحد الراي تاعو. حبيتيه عالي ما تبسطيش بزاف، حبيتيه متوسط ديري كيما راني ندير انايا. هنا شوفوا انا سيت قسمت نحيت الجوانب، خاطرش الجوانب ما يعجبونيش، نحب تكون تبان العقده في يعني الحشو نحبه يكون ظاهر انا في المقروط تاعي. على هذيك نحيت هذا الجوانب. شوفي ما ماهمش فيهم العقده. دوك مع التالي نوري لكم كيف واش حندير بهم. هنا كنت حابه قسمت وكنت حابه ندير لكم زوج يعني دو موديل. كنت حابه نوري لكم بالطابع تاع الورده، وكنت حابه ندير لكم بتاع بكري بالكاس. انا الطابع تاع الورده تاعي تحبوا تضحكوا عليا ما صدتوش الكبير والصغير ما جانيش، الوغ خليت دار فيا الحال كملت كامل بهذه الطريقه. انا درت بالبورت بياس. بكري كانوا يديروا بكاس تاع لاتاي، بكاس تاع الماء، يعني كيما تحبي. المهم تزوقي ميم بالبوشون
كل واحد وكيف يحب. انا خليت تقليدي، هذه درنا مقروط تقليدي، ومره الجايه نديروه ان شاء الله بريستيج. شوفوا يخرج بهذه الطريقه. نرفد غير بشويه الحبه باش ما تخسرش، ونسقمها هكا بيديا، نتحفها. انا زوقتها غير بلوزه هكا ولا نصف لوزه ولا، وما درتهاش، ما حبيتش نرشقها بالطول، نديرها هكذا كيما نقولوا راقده بالعرض. شوفوا الحبه كيف خرجت. هاي نحطها في السنيوه تاعي. الكوشه تاعي راني درتها تسخن على درجه 180، ونديرها عادي في الجهه التحتانيه. الحشو الحواشي اللي شاطو، شو كيف درتهم. اني عارفه بلي يجيني سؤال، اسكو هذه العجينه نقدروا نخدموا بها بريستيج. انا نقول لكم نقدروا نخدموا بها بريستيج. راني درت لكم، شوفوا درت العقده على شكل كويره، دخلتها الداخل. بطبيعه الحال تكون صغيره على حجم العجينه تاعنا. شوفوا هكذا. جبت انا عندي هدايا المول، درت هنايا هكذا في الطابع سيد، دخلته باش يستوي السطح تاعو. هذا المول صغير يعني ماشي كبير. والاخرين الحشو اللي شاط لي، ماشي الحشو، الجوانب اللي شاطوا لي اللي كان فيهم داخل الحشو، شغل لميتهم مع بعضهم بعض. درت حبات هكذا، سقمتهم مع بعضهم بعض، تحفتهم بيديا ودرت حبات. ولي شاطوا لي هكذا جوانب ما فيهمش العقده، خدمت كيما راكي تشوفي حبات هكذا في لي مول هذوما، يجيك شغل بريستيج، مقروط بريستيج. هاي الحبه كيف جات شابه، ما زغدتش كي طابت، نوريها لكم من بعد ان شاء الله. هاي السنيوه تاعي راني حطيت المقروط، دوك نروح ندخلو في الكوشه بعد ما سخنت على درجه 180، نحطوه في الاسفل. راهو طاب، خرجناه. شوفوا هو راهو دوغي بيان دوغي، بصح مع الضوء تاع الكاميرا ما بانش بيان. والحمد لله شوفوا قاعد الحجم تاعو ماسح، ما زغد ما والو. انتي يا عسيه غير يطيب يعني في الاسفل تشوفيه بلي حمار، اشعلي له من الفوق ياخذ اللون الذهبي. دركا كيما راهو سخون انا درت له عسيله بارده. هذه العسيله كيف درت لها؟ العسيله تاع لي بواط خففتها بالماء زهر وشويه ما اذا كانت ثقيله بزاف. واذا خدمتي في الدار ما تخدميهاش عسيله ثقيله وما تخدميهاش شاربه، تكون يعني ما بين الشربات والعسيله ثقيله. المقروط تاعك باش يجي طري، يعني التشراب الاول تاعو عسليه بعسيله خفيفه هكذا كيما راهو في السنيوه، كيما راهو سخون درت له هذيك العسيله كامل وخليتها تشرب. خليتها يعني مده 4 سوايع ولا حتى برد كامل، ومن بعد حبيت نديرو في لي كيسات. دوك اذا عندك الوقت خليه المنغد من داك نورمال، اذا ما عندكش الوقت خلي 4 سوايع ولا كي يبرد. وجدي عسيله اخرى ثقيله. انا استعملت عادي العسيله تاع لي بواط اللي تنباع ثقيله، سخنتها تسخنيها والمقروط تاعك يكون بارد. هذه بوغ لا دوزيام فوا والاخيره تاع عسيله الزوجه والتاليه. عاودت دخلته في عسيله سخونه كما راكم تشوفوا هكذا، ودرته يقطر كما راكم تشوفوا. نكمل الحبات اللي عندي، يعني درت حبات باش نصور لكم نوري لكم. نعسلهم كامل بهذه الطريقه. راني فهمتكم العسيله الاولى كي يخرج المقروط تاعكم نديروا عسيله خفيفه على العسيله اللي تنباع في لي بواط، يعني ماشي شربات كيما نقولوا، ماشي سيرو وماشي العسيله ثقيله، ما بيناتهم. نشربوه التشريبه الاولى هذاك كيما يكون في السنيوه تكون هي بارده والزوجه تكون سخونه. كيما راكم تشوفوا راني درتو في ليكيسات، وشوفوا في الطبق التقديم يعني راهو يشهي والله. نقول لكم حاجه كيما قال جا طري بزاف، وماشي كيما قال راني غير نقول لكم وخلاص، الحقيقه جا طري بزاف. ومام اللي كلاوه عجبهم. تبعوا برك الخطوات ان شاء الله، واللي ما ينجح لهاش المقروط نقول لك ان شاء الله ينجح لك. جربي بك تبعي الوصفه. نروح نقسم معكم حبه. شوفوا قبل ما حبيتش نكمل نقسمها حتى للتحت، يعني درت غير لا تخاص وكملت حليت بيدي باش يبان لكم كيفاه ينقسم وحده طري ولا عسل. تعسل وصل حتى للقلب. شوفوا يعني حتى للداخل او معسل بزاف، جا ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تاعي يعني اللي تجربها ان شاء الله تنجح لها. وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه، وخليوا لي في التعليق تاعكم شكون اللي جربت الوصفه اسكو خرجت لا. شوفوا هذيك اللي درتها شوف بريستيج خرجت شابه. شوفوا العسل كيف راهو في القلب، قلب اللوز وخلاص ماهوش مقروط جا بزاف شباب والله.
وجا يعني اللي تحب دير بريستيج نقول لك نفس الوصفه تقدري ديريها بريستيج تخرج لك شباب بزاف. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوا الوصفه ونتمنى ان الوصفه عجبتكم.